حريق في روسيا استمر لمدة 3 سنوات لحد ما بيوم من الأيام قدروا يطفوه بقنبلة نووية. غريب صح؟ تعال أفهمك الموضوع. في عام 1963 في أوزبكستان التابعة للاتحاد السوفيتي ولع بئر للغاز الطبيعي وسبب بحريق ضخم. النار طالعة من جو الأرض والدخان مال السماء. جربوا يطفوه بالمي والرمل وبكل الطرق اللي ممكن تخطر على بالك، بس النار كانت أقوى منهم. مرت سنة وسنتين وثلاثة والبير لسه مولع والنار مش راضية تنطفى، والناس صراحة فقدوا الأمل. مرت 3 سنوات والحريق لسه مولع، لحد ما اجتمعوا العلماء وقرروا يعملوا خطوة جريئة. فكان واحد من الحلول انهم يحطوا قنبلة نووية تحت الارض. اغلب الناس اعترضوا الفكرة، بس بالنهاية ما في حل. قرار ما كان سهل، تفجر قنبلة نووية عشان تطفي نار. لو كانت ممكن تطفي النار، في كمان احتمالية انها تفجر الحقل كامل، حقل ضخم مساحته بمئات الكيلومترات وملايين من الامتار المكعبة من الغاز الطبيعي. يعني غلطة صغيرة ممكن تدمر المكان كله وتسبب كارثة بيئية بمليارات الدولارات. بس مع هيك بدأوا بالخطة وقرروا يدخلوا بالمجازفة، فحفروا انفاق تحت البئر وزرعوا القنبلة النووية، وبالنهاية فجروا القنبلة. الأرض كلها اهتزت وممرات الغاز انسدت والضغط وقف، وبلحظة النار اللي صار لها 3 سنوات انطفت بالقوة النووية.